ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا كلوا معانا بقى الفسيخ. طبعا يعني هقول لكم على القصه دي دلوقتي. ثانيه بس اروح اجيب السبرايت. هاتي الحقيني بس شوف. الحقيني يا بنيات السبرايت اللي هيفور اللي احنا بنعمله ده. بصوا بقى، انا جيت لكم النهارده كده. الاكله دي كده عايزه ايه؟ انبساط احمدي، مش عايزه ايه لا قيافه ولا شياكه ولا قلاجه ولا الكلام ده خالص. بالظبط. وانا مفكتش شعري عشان عارفه انه هيخرب. عيش حياتك براحتك. بصوا بقى، انا عايزه اوريكم الاكله. حط. حطيت. شغال شغال الفيديو. ماشي. بصوا بقى الأقلية جامدة جدا. الأول رنجة وسط، رنجة جامدة جدا. دي رنجه بالخلطه كده بالقوطه والفلفل والزيت. هي بس مش هبقول لكم باين. على طريقتها في فيديو لوحدها. ايوه، هي مش باين جمالها زي في الحقيقة والله. زي في الفيديو. الصوره ظلماها. بصوا البريل يا جماعة، ما بعرفش اكل الاكله دي من غير البريل. شيء فاخر من الآخر يعني. ممكن يكون دي عاده غلط برضه. ايوه. بصوا بقى الرنجة، الفسيخ اقصد. ده بقى الفسيخ بتاع ماما. لأول مرة شفنا يدخل يشوف الطريقة بتاعة الفسيخ. هنحطها لكم برضو ايه يعني، هنحطها لكم بتاعة الوصف الجزء الأول والجزء التاني. الديسكريبشن في الوصف. ادخلوا على اللينك وشوفوا الطريقه والوصف. ودي وصفه سهله، وصفه جامده. ايوه، قولوا لهم دي ايه يا ماما. دي ايه انت قلتي لي؟ ده مايونيز بقطع الفلفل الملون والحراق والرومي على حسب تفضيلك انتي. ايوه. معمول بمايونيز وبنحط فيه البطاطس بتاعت الرنجة، بتبقى تحفه. ايوه. وده الولاد عندي بيحبوا قوي الطريقه دي، بيحبوا المايونيز بالبطارخ قوي، وقطع الفلفل بتبقى جامده بصراحه. طبعا. ده وده يا مامي. ده دي رنجه بالطحينه. رنجة بالطحينة و هما هيشوفوا بقى خلاص. بس كده. يلا احط لكم البتاع. يلا يا جماعه تعالوا معانا. مظبوط كده. فسيخ بصراحه جامد. طبعا. بس خدي. فسيخ لولو جامد بصراحه، والله اقسم بالله ما كلام، مش عشان انا عامله. بصوا بقى. والله تحفه. تعالى اتفضل. بصوا بقى، احكي لكم القصه دي يعني. يا ولا قصه ولا حاجه. ده انا لابساه، مش انا مش محجبه ولابسه كده نص كم، لا. اللي اول مره شفنا يعني. انا لابساه علشان انا عامله شعري بكره وعاملاه كحك. فانا كسلت بصراحه اقلعه، وغير كده ما كنتش هقلعه عشان الاكله الجميله الفظيعه دي. احنا هنرجع كده لورا عشان تاخد راحتها بقى. ونبتدي. خدي راحتك. الاهم يا جماعه. ايه رايك؟ يلا نعمل رعشه عدنان. الرنجه اللي بالطحينه والليمون دي عشق بالنسبه لنا يعني. ما اعرفش السفره بتاعت الفسيخ دي تتعمل من غير اصناف الرنجه دي، واساسي معانا اللي هي بالطحينه. ما اعرفش حاجه عنكم عارفها ولا لا. كنا بنعمل رنجه اللي هي السلطه دي قطع السلطه، الخضار يعني جزر خيار. بس كنت بقلل من الخيار لان الخيار بيزود زفاره الرنجه او بيظهرها شويه، زفاره الاسماك عموما. انا بحسه كده، معرفش الناس التانية يعني، معرفش انتوا بتحسوا بده ولا لا. هي في الاخر وفي الاول ان الاكل اذواق يعني، امزجه. فكنا بنقطع بقى الخضروات التشكيله دي. لو عندك فلفل ملون حطي شويه زيت، شويه طحينه. طحينه مفيش مش مشكله. بس سلطه الرنجه دي كانت بالطريقه دي. تحط قطع الرنجه كده في قلب السلطه وشويه زيت شويه ليمون
ونقلب والف هنا وشفا. اتفضلوا معايا. اكله لذيذه والله، الواحد بيشتاق لها. اكله هنيه تكفي 100. اه مش بعمل قصدها لكم 100 يعني. مش قصدها الخمس في الشوكه والله، عشان مش فاكره الكلام ده. بعمل لكم 100 يعني، بحاول اجيب رقم. قصدها 100. صلوا على النبي حبايبي عليه افضل الصلاه والسلام. لايك وشير بقى، ما تنسونوش ما تنسونيش. لايك وشير، ها، فعلوا زر الجرس، اظبطوا الاداء كده واشتركوا في القناه اهو وشجعونا. كومنت حلو كده من صوابعكم الذهب دي. طبعا البصل لا غنى عنه بقى في الاكله دي بقى، ما ينفعش. لا جدال يعني. بصوا بقى، انا بحب زي ما قلت لكم كده البريل بيخفف عني حديه ملوحه الاكل دي شويه، الاكله دي، فبيخليني ابلع وفي نفس الوقت ايه، ما احسش ان هي ملحها اوفر قوي يعني. بنكدب على نفسنا. مع ان برضو الصودا مع الصوديوم اللي موجود في الاملاح دي بيزود المشكله يعني. المفروض ما نشربش حاجه مع الاملاح دي فيها صودا او بعدها يعني. الافضل نشرب نعناع، نشرب حاجه سخنه من غير صودا. بس هي من ضمن العادات الخاطئه. او من ضمن اكتمال المتعه اللحظيه للاكله دي. هي متعه ولا اكتر؟ اكله وتعدي، مش مشكله. لكن بجد والله مش قادره اتكلم في الاكل. تحفه الصمت، يعني، بلا الصمت في حرم الجمال جمال يعني زي ما بيقولوا. لولا مستمتعة على الأكل، بس انت مش باينة أوي في التمثيل. باين الأكل كده. لما أغيرون شو ناقص بالغريب. على ايه؟ على ايه؟ انا مش شايفه. انا مش شايفه. انا بقى ما بحبش البلد بصراحه، بحسه مر فاهم، ما بيعجبنيش. اكل اذواق، الشرب برضه اذواق. أكل. كنت هاكل صباعي والله. من كتر الفجعة اللي احنا فيها، ولا من كتر ما الأكل حلو، من حلاوة الأكل يمكن. في واحد جبلك نزود بريل.
الاكله تحفه، يعني الاكله صراحه مغريه، مخليه الواحد ايه يطلع بره حدود المنطق، الاتيكيت في كل حاجه. تيجي امينه شربات تقول لنا لا ما تاكلوش الفسيخ كده، كلوا بالشوكه مش سكينه. لا بيقابليني الا الفسيخ، خلي بالك كله الا الفسيخ. انا برضه تقول خلي بالك باشا نعمة اتلعثم في الكلام من كتر الواحد جعان والاكله ايه. هنرجع لكم تاني. Goodbye.